من 64 سنة تقريبا، وتحديدا سنة 1960 حصلت واحدة من أغرب الجرائم اللي لسه الناس بتتكلم عنها في صعيد مصر لحد النهاردة. وباختصار كده الحكاية بدأت لما أهالي قرية معينة صحيوا الصبح لقيوا واحد منهم راسه مفصولة عن باقي جسمه ومرمي في واحد من مصارف القرية. وطبعا في الوقت ده ما كانش فيه أي جريمة بتحصل في الصعيد غير بدافع الطار، لكن الغريب بقى إن الراجل ده كان راجل طيب جدا وكل الناس بتحبه ومفيش طار بينه وبين أي حد. والأغرب بقى من كده إن اللي اتعرف بعد كده إن الجريمة دي تمت بدافع الحب، تمت بدافع إن سميحة بتعشق كامل. وعايز أقول لك إن الموضوع كان كبير وقتها لدرجة إن الناس قالوا خلاص ده القيامة هتقوم، ولسه القصة متوارثة في البلد دي لحد النهاردة. طيب هو مين الراجل اللي لقيوه في المصرف بقى؟ ومين هي سميحة؟ ومين كامل؟ وإيه علاقة ده باللي حصل في الراجل؟ وإيه اللي حصل بعدها؟ خليك معايا وهتعرف كل حاجة حالا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصراحة حبيت النهارده افصلكم عن جرائم 2024 واجيب لكم حاجة كلاسيك تم نشر تفاصيلها يوم 20/4 سنة 1960. يعني احداث القضية دي حصلت من اكتر من 64 سنة، وبالتحديد في قرية اسمها قرية بنوب تبع المركز ديروت محافظة اسيوط. معانا في قضية النهارده 3 شخصيات رئيسية. اول شخصية منهم هنبدأ بيها هي سميحة. سميحة هي سيدة كانت مقيمة في واحد من بيوت قرية بنوب التابعة لمحافظة اسيوط مع جوزها فرج وولادها. وللعلم سميحة في الوقت ده كانت متجوزة فرج من حوالي 20 سنة، يعني نقدر نقول انهم عاشوا مع بعض عمر وخلفوا وبقى عندهم ولاد، وولادهم كبروا وكمان بقوا على سن جواز. لكن زي ما احنا عارفين اغلب الجوازات اللي كانت بتتم زمان في الصعيد وبالذات في القرى ما كانش بيكون لرأي البنت اي اهمية فيها، وكان الاهل بيجوزوها من اي راجل هم شايفينه مناسب كنسب او فلوس حتى لو هي مش طايقة سيرته. وطبعا هي كان لازم تقبل بدافع الخوف من رد فعل اهلها لو رفضت. وده طبعا كان نتيجته ان ممكن تلاقي بعض الجوازات ما فيهاش اي احساس متبادل، خصوصا لو البنت حاطه في دماغها انها كانت بتحب او عايزه واحد تاني. وعموما للاسف ده كان حاصل في قصه النهارده. ومش هقولك ان سميحه كانت مجبره انها تتجوز من فرج وقبلت غصب عنها، لان اكيد مفيش حد يقدر انه ياكد ده دلوقتي او ينفيه. لكن اللي اقدر اقوله لك ان سميحه ما كانتش بتحب فرج وما كانش عندها اي نوع من الولاء ليه، وعشان كده كان عندها قابليه انها تخلص منه وتحب غيره في اقرب فرصة حتى بعد 20 سنة من جوازهم. وده هو اللي حصل للأسف. بعد 20 سنة من جوازة سميحة وفرج كان بقى عندهم عيال، والعيال دي كبرت، وتحديدا الكلام هنا على واحدة من بناتهم. سميحة وفرج بقى عندهم بنت وصلت لسن الجواز اللي عندهم في الوقت ده اللي كان في حدود 16 او 18 سنة، وبدأ العرسان انهم يتقدموا لها. ولما بقول العرسان هنا فانا ما اقصدش الشباب بس، كان عادي جدا وقتها في المكان ده ان بنت عندها 16 او 18 سنة تتجوز راجل 40 سنة او اكبر. وخلي بالك انا هنا ما بقولكش ان ده صح او غلط، انا بقولك انه كان عادي. والمهم بقى ان اللي حصل وقتها ان بنت سميحة وفرج اتقدم لها واحد اسمه كامل اخنوخ. وكامل ده بقى كان فعلا حكايته حكاية، وهو اللي هيغير مجرى القصة بالكامل. كامل بدل ما يشوف عروسته اللي جاي يتقدم لها وتحس هي بنوع من الاعجاب ناحيته وهو كمان يبادلها الاعجاب ده، للاسف الاعجاب ده حصل بين سميحة اللي هي والدة البنت وكامل اللي جاي يتقدم لبنتها. سميحة شافت في كامل مواصفات الشاب اللي كانت بتتمناه في الايام الخوالي زي ما بيقولوا لما كان عندها 16 سنة. والغريب ان كامل هو كمان بادلها نفس الاحساس وما خدش باله مثلا انها ست متجوزة وانه اصلا داخل بيتها عشان يتقدم لبنتها. كامل اخنوخ ما شافش كل ده، وسميحة ما شافتش غير انها وقعت في حب كامل اخنوخ. ومن هنا بقى تبدأ اللعنة. كامل بدأ انه يؤكد احساس سميحة عن طريق انه بدأ يسمعها كلمات رومانسية ويتغزل فيها ويقول لها انت جميلة وانت ليا لوحدي وانت حبي وعمري وكل الكلام ده. وسميحة كانت بتسمع الكلام ده من هنا وقلبها يميل اكتر من هنا، لدرجة ان الموضوع وصل بيها انها بدأت تروح لكامل اخنوخ بيته كل ما تلاقي فرصة، وبقت بتنتهز اي وقت جوزها شغال فيه او طلع مشوار وبعد فيه عن البيت، وتقوم طالعة رايحة لكامل بيته وترجع بقى مرة تلاقي جوزها في البيت قبلها ومرة هي تلحق وتروح قبله. وطبعا سلوكها الغريب ده وتكرار موضوع ان جوزها يرجع البيت ما يلاقيهاش فيه شككوا فيها وفي سلوكها، وقام مفضي نفسه بقى وقال لها انا قاعد لك في البيت ومش طالع منه لحد ما اشوف اخرتها معاكي واعرف انت بتروحي فين. وفعلا الراجل نفذ كلامه وبقى ملازم البيت. وسميحة قعدت فترة مش عارفة تروح لكامل. والغريب بقى انها بدل ما تخاف وتراجع نفسها وتقول خلاص اتوب عن اللي بعمله والزم البيت، اللي حصل كان عكس كده تماما. سميحة كان كل يوم بيعدي عليها من غير ما تعرف تروح لكامل اخنوخ كانت بتتضايق اكتر من جوزها،
جوزها، والحقد بيزيد في قلبها ناحيته، وفضل احساسها ده يكبر ويكبر لحد ما بقى عندها استعداد انها فعلا ممكن تخلص عليه وتخلص منه خالص عشان يفضلها الجو مع عشقها كامل. وفعلا بعد تفكير كبير من سميحة لقيت الحل المناسب من وجهة نظرها، وهو انها تخلص على جوزها عن طريق انها تحط له سم في الاكل بتاعه. وللاسف سميحة فكرت ونفذت، وفي اليوم اللي سميحة نفذت فيه خطتها جوزها فرج حس بمغص شديد في بطنه واتنقل ساعتها للمستشفى. ولحسن حظه ان الدكاترة قدروا انهم ينقذوه ورجع لبيته سليم، لكن لسوء حظه ان لا هو ولا الدكاترة اكتشفوا جريمتها. واعتقد ان دي حاجة طبيعية، لان فعلا مفيش واحدة عاقلة تعمل كده في جوزها بعد 20 سنة جواز، ولا بعد اسبوع واحد والله حتى. والمهم بقى يا جماعة ان بعد ما جوزها نجا من محاولتها ومن السم بتاعها بايام قليلة، شيطان سميحة بدأ يتحرك تاني وبدأت تفكر في طريقة تانية تخلص بيها منه. وساعتها إيه اللي حصل؟ انها راحت لعشقها اللي هو كامل اخنوخ واتفقوا مع بعض انهم يذبحوا جوزها ويدفنوا في المصرف. وقالت له ان بعد ما يعملوا كده يقدروا انهم يتجوزوا. وفعلا اتفقوا خلاص وحطوا الخطة، وكمان اتفقوا على يوم التنفيذ. وخلي بالك انا كل ده بتكلم عن جريمة حصلت سنة 1960. المهم بقى تعدي الايام ويوصلوا لليوم اللي اتفقوا فيه على تنفيذ مخططهم الدنيء. المخطط ده تنفيذه بدأ الساعة 12 بالليل. كامل اخنوخ اللي هو عشيق سميحة راح لها البيت، وسميحة خبته في واحدة من الاوض. ولما جوزها حضر جهزت له العشاء كالعادة زي كل يوم. ولما الراجل خلص اكل قام قايم وداخل اوضه النوم بتاعته، وفعلا ما كانش فيه اي حاجه متغيره او مختلفه. ما كانش فيه اي حاجه متغيره غير حاجه واحده بس، وهي ان الراجل ده للاسف مش هيطلع عليه صبح. وفعلا الساعه 2 بعد منتصف الليل يطلع كامل اخنوخ من الاوضه اللي كان مستخبي فيها زي الفار، ويقوم بمساعده سميحه بفصل راس جوزها فرج اللي كان وقتها في 7 نومه، وراحوا رامينه في مصرف جنب القريه. ويحصل بقى مشهد البدايه في واحد من ايام سنه 1960. يصحى اهالي قريه بنوب التابعه المركز ديروت في محافظه اسيوط على واحد منهم مرمي في مصرف جنب القريه وراسه مفصوله عن جسمه. وطبعا الشخص ده هو فرج جوز سميحه. ووقتها وصل بلاغ للاجهزه الامنيه اللي حضرت فورا، وقاموا قابضين على مراته سميحه وخدوها معاهم على الاسم. وسبحان الله تقع سميحه قدام محقق شاطر عرف انه يوقعها بالكلام، وفضل يضيق الخناق عليها لحد ما اعترفت بكل حاجه، وقالت انها عملت كل ده عشان تتجوز كامل اخنوخ، وانها وقعت في حبه لما جه يخطب بنتها وكانت عايزاه ليها هي لوحدها. واعترفت كمان انها اتفقت مع عشيقها على عمل الجريمه دي في جوزها، وفعلا نفذوا الجريمه لكن ما اتجوزوش. وطبعا اللي حصل بعد كده ان تم القبض على عشيقها كامل اخنوخ، اللي قال في اعترافاته انه كان بيتردد على بيت اسره سميحه وفرج، وحصل بينه وبين زوجة المجني عليه علاقه غير شريفه، وانها طلبت منه التخلص من جوزها وكلفته بشراء ماده التوكسافين عشان تحطها له في الاكل وتخلص عليه. وقال فعلا انها حطتها له في الاكل، لكن جوزها ما حصلوش اي حاجه. وقال انه ساعتها اشار عليها انها تحط له ماده صدى النحاس، وقام جايب لها كميه منه، لكن برضه الطريقه دي ما نجحتش والراجل فضل عايش. وفي النهايه بقى اتفقوا انهم يخلصوا عليه بالطريقه اللي خلصوا عليه بيها. وبعد الاعترافات دي اتحولوا هما الاتنين للمحاكمه الجنائيه في محكمه جنايات اسيوط. وساعتها رئيس المحكمه سال سميحه انت اشتركتي في الجنايه دي بحق جوزك؟ وردت سميحه وقالت له ايوه عشان بحب كامل اخنوخ. راح القاضي قايل لها وهو اشترك معاكي؟ فقالت له ايوه هو اللي خلص عليه. وسالها بعدها اخر سؤال متى بدات العلاقه بينكم؟ وقالت له لما تقدم لخطبه بنتي. وفعلا سميحه ما انكرتش في اي وقت سواء في التحقيقات او في المحكمه حبها للجاني اللي هو كامل اخنوخ، اللي كان بيبص لها طول الوقت وهو في قفص الاتهام، وهي عماله تردد اعدام اعدام. وبعد مرافعه النيابه والدفاع اصدرت المحكمه حكمها باعدام الجاني كامل اخنوخ والسجن المؤبد لسميحه. وتم بعدها فعلا تنفيذ الحكم في العشيق اللي هو كامل، وتم نقل سميحه لتنفيذ حكم المؤبد فيها، وقضت بعدها باقي عمرها في السجن. التفاصيل دي كلها تم نشرها في جريده اخر ساعه يوم 20/4 سنه 1960. وفعلا برغم انها قديمه لكن فيها عبره كبيره بتوضح ان الخيانه وقله الايمان في اي مكان او زمان ممكن يوصلوا صاحبهم لفين. سميحه برغم انها قضت مع جوزها 20 سنه وبقى في بينهم ولاد في سن الجواز، لكن للاسف في النهايه كانت قليله الاصل وخانته لمجرد انها
شافت واحد عجبها وكمان كان متقدم لبنتها. ما كانش عندها اي مشكله في انها تخلص على جوزها بمنتهى برود الاعصاب، وحاولت مره واتنين لحد ما نجحت في التالتة، وفي النهايه خسرت كل حاجه وخدت عقابها في الدنيا في السجن وحرمان من الحريه ومن ولادها. ده غير انها بقت عبره لمن يعتبر، وسيرتها على كل لسان، ولسه الله اعلم حسابها هيكون ازاي في الاخره اللي هي فيها حاليا. سميحه هي مثال حي لواحد انجرف ورا غريزته ووساوس نفسه وشهواته ونسي كل حاجه. مش عارف اقول ايه اكتر من كده، بس يا ريت ضروري لو وصلت لهنا تدعي لجوزها اللي غدروا بيه اللي هو فرج في التعليقات بالرحمه، لعل دعائنا يوصلوا في المكان اللي هو فيه حاليا. وما تنساش اللايك بتاعك لو استفدت من حلقه النهارده وحابب انها توصل لغيرك، ويا ريت تعرفني كمان حابب كل فتره كده اذيع قضيه كلاسيك او قديمه زي دي، ولا نخلينا في الجديد بس. كان معاكم اسلام الجندي في سندوتشات رعب، ومع السلامه.